بمناسبة موجة الحر هبت علينا مرة واحدة دي، مفيش أحسن من كوباية ليمون بالنعناع مليانة تلج، حاجة كده منعشة وترطب على القلب. وطبعا ليمون نعناع، يبقى الأساس معانا هو الليمون والنعناع. وده تالت مشروب صيفي معانا السنة دي، هنعمله بالمية الفوارة. وكل اللي محتاجينه حوالي نص حزمة من النعناع الفريش وحوالي 3 ليمونات نقشرهم. وطبعا مهم إن احنا نشيل قشر الليمون عشان ما يمررش العصير. ممكن نضيف باكت سكر ستيفيا أو أي نوع سكر دايت، ممكن برضو تستغنوا عنه. وضفت مكعبات من التلج وضربته كله مع بعضه كويس جدا، وهنصفيه بقى من أي شوائب فيه. وعلى فكرة لحد الخطوة دي احنا نعتبر خلاص خلصنا، يعني العصير ده كده لوحده منعش قوي قوي قوي، تقدروا توقفوا لحد هنا وممكن نكمل بقى. انا طبعا هكمل. في كوبايه هنحط مكعبات من التلج ومعاها اوراق من النعناع الفريش، وحامله حوالي نص كوبايه من العصير اللي حضرناه. وهكمل باقي الكوبايه بالسباركلينج ووتر او الميه الفواره. وبشكل عام اي مشروب صيفي بيتضاف له سباركلينج ووتر بيتنقل في حته ثالثه خالص، بيكون منعش جدا. وطبعا سعراته قليله جدا، يعني اولموست زيرو كالوري. لازم تجربوه، متاكده انه هيعجبكم جدا جدا. تفتكروا بقى المشروب اللي جاي هيكون عباره عن ايه؟ وطبعا اكيد هنستخدم فيه برضو ميه فواره. وباي باي.